أهلا بيكم. دايما بنسمع إن الجواز مش بس بين اتنين، لأ، ده بين عيلتين بحالهم. بس النهاردة المصدر اللي هنستعرضه بياخد الفكرة دي لمستوى تاني خالص. بيتعامل مع فترة الخطوبة كأنها ماتش شطرنج استراتيجي بكل معنى الكلمة، وبيقدم دليل تفصيلي لكيفية دراسة عيلة الخطيبة وتحديداً إخواتها. طيب، إيه هي بقى المرحلة الحرجة جداً اللي بيتكلم عنها دي؟ بصوا، حسب المصدر اللي بنستعرضه النهاردة، فترة الخطوبة دي مش بس وقت عشان الحب والرومانسية، لأ خالص. دي مرحلة أشبه بالتحقيق ودراسة معمقة، ومش بس لشخصية الخطيبة، لأ، ده للمنظومة العائلية الكاملة اللي هي طلعت منها. وهي دي النقطة المحورية كلها. المصدر ده بيقول إن الواحد مش بيتعامل مع فرد وخلاص، لأ، ده بيتعامل مع نظام كامل متكامل. يعني تصرفات الخطيبة دي في رأيه هي مجرد انعكاس للنظام ده، وفهم النظام ده هو اللي بيحدد شكل العلاقة في المستقبل. طيب، بما إن العيلة دي نظام، المصدر بيركز قوي تحليله على عنصر واحد ومحدد جدا جوه النظام ده: إخوات الخطيبة. طب ليه هما بالذات؟ هو ده اللي هنشوفه. المصدر بيشوف إن دراسة الإخوات دي مش رفاهية خالص، دي نقدر نقول مسألة أمن قومي للجواز. يعني هو شايف إن الأخ ده خال الأولاد في المستقبل، وكمان الولي الاحتياطي بعد الأب. والتحذير هنا واضح ومباشر: لو تم تجاهل العلاقة دي دلوقتي، ده ممكن يكون سبب في خراب بيوت بعدين. طيب، الاستراتيجية اللي بيقترحها المصدر مش خطة واحدة وخلاص، لا، دي بتتقسم لسيناريوهين مختلفين تماماً عن بعض، واللي بيحدد نمشي في أنهي طريق هو سؤال واحد بسيط جداً: هل الخطيبة عندها اخوات بنات ولا لا؟ يلا بينا نبدأ بالسيناريو الأول، واللي المصدر بيعتبره الوضع الأسهل: لو كل اخواتها ولاد. هنا الاستراتيجية المقترحة واضحة ومباشرة: استراتيجية التحالف. طيب، إيه بقى مواصفات الحليف المثالي ده اللي المفروض الواحد يدور عليها؟ وهنا بقى بتيجي المفاجأة اللي في المصدر ده: الأولوية مش للتدين أو الالتزام الديني، لأ، الأولوية لصفات زي الرجولة والنخوة. هو بيعتبر إن دول الأساس لشخصية قوية فعلاً، شخصية ينفع الواحد يعتمد عليها كحليف حقيقي في المستقبل. يعني وجهة نظر المصدر هنا عملية جداً، بتدور على الفايدة المباشرة. هو شايف إن القوة الشخصية والشهامة دول عملة نادرة وليها فايدة عملية أكتر، لدرجة إن النصيحة الحرفية بتاعته بتقول: اكسبه في صفك، ده هينفعك عن الملتزم كمان، طبعاً لو كان صاحب نخوة. وفي الناحية التانية بيحذر من الأخ المتدين لو كانت شخصيته ضعيفة أو بيفتقد للصفات دي. والموضوع مش مجرد كلام نظري وخلاص، لا، المصدر بيقدم خطة عمل من 4 خطوات عشان تحول الأخ ده لحليف استراتيجي. الخطوة الأولى: شوف مين أقرب أخ ليها. الخطوة التانية: راقبه كويس، شوفوا صاحب قرار فعلا وراجل زي ما بيقولوا ولا لا. الخطوة التالتة: ابدأ معاه تحالف. والخطوة الرابعة والأخيرة: استثمر في العلاقة دي، لأنها هتكون ضمان لاستقرار الجواز بعدين. طيب، كل اللي فات ده كان السيناريو السهل أو الأسهل زي ما المصدر بيسميه. لكن إيه اللي بيحصل بقى لو في أخت بنت واحدة بس دخلت في الصورة؟ حسب المصدر هنا كل قواعد اللعبة بتتغير 180 درجة، وبندخل في سيناريو تاني خالص، استراتيجية مختلفة تماماً اسمها استراتيجية وضع الحدود. الاقتباس من المصدر نفسه واضح ومباشر ومفهوش أي تجميل للكلام. وضعك في السيناريو التاني أصعب بكتير من الأول، يعني كأنه بيضرب جرس إنذار وبيقول إن مجرد وجود أخت بنت بيقلب الموازين وبيحول الموقف لتحدي من العيار التقيل. طيب، السؤال المنطقي: ليه أصعب؟ إيه اللي يخلي وجود أخت بنت يغير كل حاجة؟ المصدر هنا بيقدم تحليل عميق جدا لديناميكيات القوة والسلطة جوه العيلة، مش دلوقتي، لأ، على المدى البعيد، وتحديداً إيه اللي بيحصل لما الأب يغيب عن الصورة. الخطر الأكبر من وجهة نظر المصدر هو إن السلطة بتنتقل. بعد وفاة الأب ممكن الواحد يلاقي نفسه فجأة في مواجهة مش مع أخو مراته اللي كان ممكن يبقى حليفه، لأ، ده في مواجهة مع أختها الكبيرة. النص بيتوقع أن صراعات البنات مع بعض ممكن تهمش دور الأخ تماماً، وفي الحالة دي الأخت الكبيرة هي اللي بتبقى الحاكم الفعلي للبيت. المقارنة دي بتلخص القصة كلها. شوفوا الفرق الشاسع: الاستراتيجية بتتقلب 180 درجة. بدل ما كان الهدف هو بناء تحالف مع الأخ، الهدف دلوقتي بقى هو فرض حدود دفاعية صارمة عشان منع تدخل الأخت. يعني اللعبة اتغيرت بالكامل. وهنا المصدر بيستخدم لغة بصراحة صادمة وصريحة جدا عشان يوضح وجهة نظره اللي بنى عليها كل نصيحته في السيناريو ده. هو بينصح بعدم محاولة كسب ود الأخت، وبيقول بالنص تعبير مثير للجدل جدا، وهو: دول نسوان يابا،
ملهمش عهد ولا ذمة. وطبعا لازم نأكد تاني دي وجهة نظر المصدر اللي بنستعرضها زي ما هي. وبناء على وجهة النظر الصدمة دي، الحل المقترح بيتحول من دبلوماسية خارجية ومحاولة كسب حلفاء إلى بناء حصون داخلية جوه الجواز نفسه. المصدر بيقترح إن الزوج لازم يرسم خط أحمر واضح جدا، وده عن طريق حاجة من اتنين: يا إما الاعتماد على حماية شخصيتها قوية وتقدر تسيطر على بناتها، أو لو الحل ده مش موجود يبقى لازم الزوج نفسه يكون حازم جدا ويكون مستعد يوصل لرسالة واضحة إن أي تدخل في حياتهم هيقابله تهديد مباشر بالطلاق. طيب بعد ما شفنا السيناريوهين دول اللي ممكن يبانوا عكس بعض تماماً، خلينا نرجع خطوة لورا كده ونبص على الصورة الأكبر. إيه هي الفلسفة الأساسية أو الفكرة اللي بتربط الاستراتيجيتين دول ببعض رغم اختلافهم الظاهري؟ في النهاية الخلاصة بتاعت وجهة النظر دي هي إن الجواز مش مجرد قصة حب وخلاص، لأ، دي أشبه بلعبة سياسية طويلة الأمد، والاستقرار الحقيقي للجواز حسب المصدر بيجي من القدرة على قراءة المشهد العائلي صح وتوقع التغيرات اللي هتحصل في المستقبل، وتحديداً أهم تغيير فيهم لحظة انتقال السلطة بعد وفاة رب الأسرة. لكن المصدر مش بيقفل الكتاب على كده، لأ، ده بيسيبنا مع سؤال أخير، سؤال بيفتح الباب على سيناريو تالت خالص، ممكن يكون هو الأكثر تعقيداً على الإطلاق. طيب، ماذا لو كانوا كل إخواتها بنات؟ مفيش ولاد خالص؟ ده سؤال مش بس بيحتاج استراتيجية جديدة، لكنه بيخلينا نفكر بشكل أعمق في طبيعة السلطة والديناميكيات جوه العيلة، وإزاي ممكن تأثر بشكل مباشر على استقرار أي جواز. شكراً لمتابعتكم.